اسمع كده وشوف الكابتن رضا عبد العال اللي بيقول على نفسه انه افضل مدرب في مصر. تلعب بايه؟ ايه الخطه تلعب بيها؟ ما انا بقول لك العب بدمر واحد والباقي كله طاير، باك رايت طاير، باك ليفت طاير، وفي ثلاثه هيبقوا هم 4 1 3 1. سبحانه 4 1 3 1 تلعب كده. انت بتتكلم جد؟ لا حول ولا قوه الا بالله. زي ما انت سمعت كده في الفيديو، افضل مدرب في مصر هيلعب بطريقه 4 1 3 1. تخيل هيلعب ب9 لعيبه وهو افضل مدرب في مصر. فعلا الكابتن رضا عبد العال هو افضل مدرب في مصر في الهبد والهاكس زي ما قال لاعب النادي الاهلي امام عاشور. طب تيجي كده اما نشوف الكابتن رضا عبد العال اللي بيقول على نفسه ان هو افضل مدرب في مصر ولو مسك اي نادي هياخد معاه كل البطولات، نشوف عمل ايه لما مسك نادي طنطا. يا لهوي يا لهوي. مين ده؟ اوعى تكون فاكر ان هو هنا بيصوت علشان فشل في تدريب نادي طنطا وهبطه للدرجه الثانيه، صوت علشان ما عرفش يطبق فكره الفولاذي وهي طريقه 4 1 3 1. طب هل الكابتن رضا عبد العال بيمتلك موهبه التدريب والتحليل فقط؟ عايز اقول لك ان الكابتن رضا عبد العال بيقول ان هو بيتفوق على بيب جوارديولا افضل مدرب في العالم. يعني انت شيل ميسي من برشلونه اقسم بجلاله الله كفر زياد بيلعب، لازم الكل يخدم عليه، لو ما خدمش عليه ما يلعبوش. ما جبتش حاجه من عندي، ولما امام عاشور لاعب النادي الاهلي طلع وصفه بالهجاص زعل واتقمص. انا بقول لك احنا كلنا عطس، هم المدربين دول انا من ضمنهم اول واحد هجاص، وقعد يغلط في امام عاشور وان لو رجعت بظهري تاريخي كله قد تاريخ امام عاشور واللي هيعمله امام عاشور في السنين القادمه. الرجوع بس بظهري وتاريخي كله اللي جاي واللي راح. السؤال هنا ليك كمشجع لكرة القدم، هل امام عاشور غلط لما وصف ميسي ورضا عبد العال بان هو هجاص؟ انا عن نفسي كمشجع للنادي الاهلي انا مش هلوم ميسي ورضا عبد العال، بل هلوم امام عاشور لاعب النادي الاهلي، لانه غلبان ووصف الكابتن رضا عبد العال انه هجاص فقط، ونسي ان الكابتن رضا عبد العال هجاص وهراي وزرات ولا يفقه شيء في التحليل ولا في التدريب، وان هو لا يفقه شيء في عالم كرة القدم، وان جمهور النادي الاهلي بياخده على قد عقله. بس كده، وده كان فيديو نهاية العام حبيت امسي فيه على الكابتن رضا عبد العال اللي طلع غلط في امام عاشور لاعب النادي الاهلي ما يعرفش ان وراه كتيبة من جمهور النادي الاهلي. تحياتي للحراق امام عاشور اللي مسبب شياط للبعض هو محمود عبد المنعم كهربا.